السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كديرين البنات؟ لبس عليكم بخير؟ أموركم هانية؟ كديرين مع الصحة؟ كديرين وليداتكم؟ يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. وخا غبرت عليكم شحال هذه ما حطيت. كنت عيانه البنات. الصراحه ماشي انا اللي عيانه، بنتي اللي مريضه ليا. ولكن ملي كتكون هي مريضه راه بطبيعه الحال حتى انايا تنمرض وما تتكونش لقانه. مهم. كما راكم عارفين هاد الجيل ديال دابا، الصحه قليله ومسالين وما عندهمش الصحه كاع. مهم بنتي حتى هي مريضه ليا. مريضه بمصارن، ديما تتشكي بكرشها وداكشي. انا عارفه هاد الشيء غير من السقاطه ومن الماكله ديال الزنقه، وما تيبغيوش ياكلوا شي حاجه صحيه. ايه واش غنديروا؟ الله يهديهم يا ربي. المهم دوزت لها عاوتاني وخديت الدواء. ايوا وقلت طلبت من الطبيب باش يعطيني ندير تحاليل باش ناخذ ندير لها تحاليل ونتهنى وداكشي عليها. ايوا دعيو معها البنات، دعيو مع بنيتي الله يشافيها ليا ويعافيها يا رب العالمين، والله يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يخليها ليا ويخلي لكم وليداتكم يا رب العالمين. ها انتم كما كتشوفوا معايا هي في الفيديو اليوم راه تتحرك شويه، وهذا مهم. منين تتكون شويه راه هي تتحرك، ولكن منين تيشدها الحال تيجيها الوجع راه كتلوى ليا وتتجلس. ما قدرش تمشي للمدرسه. ايوا وجلستها دابا راه جالسه دايره شهاده وجالسه معايا في الدار. ايوا وصافي قلت راه نحيدوا هاد العجز ونبدلوا شويه. نديروا شويه الطاقه الايجابيه ونبدلوا شويه الجو. قلنا نخملوا هاد البيت ديال بنتي، هاد البيت هذا الصغير ديالها. كانت دائما تتقول يا ماما بغيت يكون عندي بيتي بوحدي، بغيت نكون عندي بيتي. ولكن منين صايبته. راكم عارفين عندنا بيت في السطح وفارقينه على جوج، واخدين لها الطريف بحال هكذا والطريف الاخر فين تنعسو كنتفرجوا. ولكن عمرها ما استعملت هاد الناموسيه هادي. من نهار خديتها لها من شحال هادي عمرها ما نعسات فيها. ها انتم كما كتشوفوا راه باقا في الميكا ديالها وبداك الكاغيط في الجناب. ما نعساتش فيها كاع، ما تتبغيش، تتخاف، كتقول لك ضروري نعس حداك ماما. وصافي والبيت هو كتلعب فيه اللعاب ديالها وفيه الحوايج ديالها كتبدل وداكشي، ولكن الناموسيه ما كتستعملهاش كاع. ايوا صافي اليوم بغينا نبدلو شويه الروتين، نبدلو الديكور ديال البيت. واخا ما غاديش نشريو شي حاجه جديده لا والو، غير داكشي اللي عندنا نبدلوه، نهزوه من هنا نحطوه هنايا. المهم راكم عارفين واخا هكذا كتحسي بالراحه وكتبدل النفسيه. واخا كتبدلي لهم غير البلايص تيتغير شويه المنظر. هو صافي حولت هذيك الناموسيه، كانت دائما بلاصتها تحت السرجم. كنديروها تما يا اما من جهه اليمين يا اما من اليسار، ديما تتكون في تحت السرجم. دابا قررنا نقلبوها للجهه الاخرى، المهم درناها هنايا. وهذوك البلاكارات حتى هما نقادوهم نقلبوا ليهم بلايصهم، كل واحد فين غادي نديروه. مهم باش يتبدل الشكل وكتحسي بشويه بالتغيير وبالراحه منين تتبدل بحال هكذا الديكور، واخا ما تتشري حتى شي حاجه. المهم حنا هنايا تنبدلوا الديكورات وصافي. معايا بنتي حتى هي الله يحفظها ليا فرحانه كتقول لي هذا نديروه هنايا هذا نديروه هنايا. ايوا مهم الله يشافيها يا ربي ويعافيها ويشافي لكم وليداتكم ويعافيهم ويشافي جميع مرضى المسلمين، والله يسهل عليكم يا ربي. وكنتمنى تقبلوا عليا وتشجعوني في هذه القناه ديالي، والمحتوى كنتمنى يعجبكم، واخا هو راه محتوى بسيط وعادي. المهم كنتمنى تشجعوني وتقبلوا عليا وتدعموني في هذه القناه ديالي انا وبنيتي، والله يحفظ لكم وليداتكم. وشكرا لكم بزاف وما كرهتش تلقى التفاعل هذه القناه ديالي ودخلوا عندنا ناس جداد و... وتولي عندنا عائله كبيره. علاش لا؟ ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله وبفضل التعاون ديالكم. كنتمنى تساعدوني وتدعموني، الله يسهل عليكم ويجعلها لكم في الميزان المقبول يا رب العالمين. مهم هنايا صافي بدلت قلبت كما قلت لكم الناموسيه، وهذا البلاكار حتى هو نحولو من هنايا. وكانوا داك السراول وداك الشيء داك الجينات وهذا ديال المدرسه ديال بنتي تتبقى تحيد وتقلب وتحطهم تطويهم مقلوبين. قلت لها قاديهم هي جالسه هنايا فوق الناموسيه كطويهم باش نردوهم تمايا لبلاصتهم مستفين. كل طبقه فيها حاجه باش كتمشي نيشان تبدل حوايجها كتعرف فين كاينه كل حاجه.
ايوا هادشي اللي عطا لها البنات. هنايا ندخل هاد البيرو الصغيور ديالها نديرو من الجهه الاخرى، هو اللي غادي يجي دابا من تحت السرجم. المهم جا هو هذا بحال هكذا الديكور، ها هو قلبته هنايا. صافي جبت ليه الكريسي وبدلت هذوك البلاكارات جاو هنايا. المهم قولوا لي كي جاكم المنظر. المهم حنايا حسينا بالتغيير، بان الديكور بشي شكل وعجبنا الحال في الصراحه. واخا ماشي شي حاجه، المهم الحمد لله شكر لله فرحنا بالديكور. المهم بدلنا شويه، حسينا بحال ولا بيت واحد اخر. المهم بان الفرق. صافي هنايا كنقاد كل حاجه لبلاصتها كنرجعها هنايا وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم وتقبلوا عليا والله يسهل عليكم. هنايا كنوريكم المنظر، ما ديوش على داك الحيوطه وداك الشيء كتكتب فيهم بنتي. هادشي راه ملي كانت صغيره. ايوا دابا ما بقاش تكتب في الحيط. هنايا قالت لي ماما وريهم هادي، هانتوما كتشعل بالضو. هاد الخيط هذا اللي فيه هاد البيلات كتوريكم زعما هانتوما الديكور. وهادو الرسومات ديالها ديال الحيط خليناهم ما ديوش عليهم البنات. شحال هادي ما صبغناهم في الصراحه وبقاو هكاك. المهم تيفرج الله. قلت لها صافي ما تبقيش دابا تكتبي وخلي داكشي تيسهل الله ان شاء الله، وشي مره نصبغوه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، خليتكم على خير. بسلام.